السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني انا نونا ودي قناتي، لايك وشير للفيديو لو عجبكم. هنعمل النهاردة فطار فلاحي كده بعيش فلاحي بجد تحفة، لسه مخبوز كده من قبلها بيوم والصبح. حابين نعمل كده فطار لذيذ وخفيف معانا كده بالنظام الفلاحي. هنعمله كده معاكم بطريقة سهلة. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كده 3 حبات من البطاطس، طبعا عايزة تضاعفي الكمية او تقلليها كمان، ده حسب رغبتكم. هما 3 حبات وسط، مش كبير يعني مش كبار ولا حاجة. هنقشرهم تقشيرة حلوة كده ونغسلهم وننضفهم ويكونوا جاهزين معانا. هتقطعيهم قطع مكعبات صغيرة او كبيرة حسب برضو رغبتك. لو انت عايزاها صغيرة ممكن تقطعيها صغيرة برضو، عايزاها تقطعها كبيرة هتقطعها زي ما احنا قطعناها كده. خلصتها كده خلاص تقطيع بنفس الطريقة بالكمية ديت والحجم ده. وهنغسلها وننضفها ونحط عليها مية وملح ونحطها على البوتاجاز تبدأ تنسلق معانا وتكون جاهزة معانا. وهي بتنسلق هتكون ايه، هتجهزي طبعا كل حاجة معاكي، تعمليها كده معانا واحدة واحدة. بعد ما كده غسلناها ونضفناها ونزلنا عليها بمية وملح، هنحطها على البوتاجاز ونسيبها تنسلق. وهي بتنسلق كده معانا كده فصين من التوم وفلفل كده ونزلنا فرمناهم. عايزه تفرموا الحاجات ديت في الكبه برضو حسب رغبتك، احنا هنعملهم برضو بالطريقه اللي احنا كل اللي احنا هنعمله طبعا حاجات فلاحي، فحبينا نعملها بالطريقه بتاعتنا. وطريقه الهون بجد بتبقى تحفه وبتعجبنا جدا. هنقطع كده قرنين فلفل، معانا قرن احمر وقرن اخضر، وممكن يعني اخضر بس، لو مش موجود فلفل احمر عادي يعني ممكن تستغنى عنه. ونفرمهم كده بالمفرمه بتاعه الهون او المدقه بتاعته كده، هتفرميها فرمه حلوه كده لحد الفلفل والثوم ينهروا معاكوا او ينهرسوا معاكي هرسه حلوه كده ويكونوا ناعمين معاكي. هتضيفي طبعا البهارات اللي انت هتضيفيها طبعا اللي انت بتفضليها وبتحبيها، بس طبعا في الحالات ديت بتضيفي يعني ملح وكمون، فلفل اسمر، كزبره، او ممكن تستغنى عن الفلفل الاسمر والكمون والكزبره. والشطه بتديكي طعم احلى كتير. عايزه برضو تضيفي يعني حبه فلفل اسمر صغيرين كده، ده حسب برضو الرغبه. مش عايزه برضو ممكن تستغنى عنه. احنا ضفنا كده البهارات اللي احنا هنضيفها على الفلفل الفلفل والثوم. وهننزل عليهم معلقه من الخل وعصير نص ليمونه، وهنقلبه مع بعض كده وهيكون جاهز معانا. وهيكون ايه كده، انت ايه جهزت الدقه بتاعته او التحبيشه بتاعت البطاطس، واللي هتضيف منها برضو على البيض. معانا بصلايه مجهزينها برضو، قشرناها وجهزناها. وهنبدأ برضو نخرطها مكعبات صغيرة، او عايزة برضو تفرميها في الكبة برضو حسب ما انت عايزة، او حسب ما انت بتقدري او اللي انت بتقدري عليه تعملي. احنا قطعناه كده بايدينا مكعبات صغيرة خالص، انا عايزاها تقطعها مكعبات صغيرة خالص. اخلص كده كمية البصل. وطبعا لو انت عايزة تضاعفي تعملي كمية كبيرة برضو حسب الرغبة انت، يعني دي ترجع ليكي حسب عدد افراد الاسرة. فانت بتزودي الكمية على حسب ايه العدد اللي عندك بتعمليه. معنا قضية تسطين على النار، ونزلنا واحدة فيها زيت كتير بكمية كبيرة كده، وواحدة كمان التانية فيها معلقة سمنة صغيرة، معلقة سمنة بلدي. وانزل عليها بمعلقة زيت، بس طبعا هيكون الزيت شوية. نزلنا عليه كده بالبصل. هنبدأ كده نشوح البصل، انا عايزة البصل يتحمر وياخد معايا لون. تحمريه تحميره حلوه كده، بس حاولي تكون على نار هاديه. ما تعليش النار، عشان النار البصله مش تلتسع منك بسرعه، لان الكميه خفيفه، مش يعني يعني حبه قليلين مش كتير. فما تعليش النار عليهم، حاولي تكون النار هاديه وتقلبي. وانا ببدا اقلب كده البصل معايا كده 4 حبات من البيض. هنزل نكسرهم كده في الطبق، نكسرهم في الطبق كده ونحطهم ونجهزهم. وتنزلي عليهم حبة من الفلفل الأسمر بس عشان زفرت البيض. في الوقت ده أنا برضو بحمر البصل معايا ويكون جاهز معايا. بعد كده الزيت معايا سخن، هنزل عليه بالبطاطس. عشان أنا بعد ما سلقتها بس نص سلقة، مش هريتها يعني واخدتها تنهري معايا. أنا عايزاها تكون بطاطس نص سوا كده متماسكة معايا. نزلت كده بكمية البطاطس في الزيت، وابدأ اسيبها برضو تتحمر معايا على نار كده وحلوة كده، يعني فوق من المتوسطة شوية. بعد ما تحمر معايا كده البصل، نزلت عليه بمعلقة من الدقة اللي انا مجهزاها.
اللي هي التوم بالفلفل بالبهارات. طبعا كده هو خد الملح بتاعه كل حاجة البهارات بتاعته، والبيض ننزل عليه بحبة من برضه صغيرين كده بفلفل اسمر وحبة من الملح صغيرين كده. انزل كده بالبيض ونبدأ ايه بعد البصل ما يتحمر وياخد معايا لون، هنزل بالبيض عليه كده. هتقدري كده تقولي يعني زي عجة بس بطريقة خفيفة يعني او بطريقة مختلفة شوية. وهنزل بالبيض كده وهتفرديه في الطاسة كلها وتقلبيه كده لحد ايه يبدأ معاكي يعمل معاكي قرص ايه متماسك شوية. طبعا النار هادية خالص خالص يا دوبك عشان طبعا البيض يستوي على نار هادية بحيث يستوي كله. بس هنبدأ كده ننقله على الطاسة كده على العين الصغيرة، ونهدي عليه كده ونغطي عليه ونسيبه كده لحد ايه ما يستوي معانا ويكون جاهز. بعد كده هتقلبيه هتقلبيه على الجهة التانية ويكون ايه وتسيبيه برضه معاكي حبة يستوي حوالي دقيقتين، وبعد كده هتنزليه يكون معاكي مستوي كده خلاص جاهز. البطاطس كده اتحمرت زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ نطلعها في طبق على منديل من الورق بس عشان تشرب الزيت اللي فيها. وهتنزلي عليها بمعلقتين من التتبيله اللي انت دقاها والدقه اللي انت مجهزاها ومحضراها ليها. طبعا البيض كده استوى هنقلبه نجي على الجهه التانية وخلاص. تعالى بقى ايه العيش الفلاح الحلو ده اللي لسه مخبوز معانا صابح كده، تحس ان هو ايه يتاكل حاف لوحده. ما الاكله ديت بتحب العيش الفلاحي دايما بتكون ايه طعمها احلى بكتير. يعني مش قادره اوصف لكم مع العيش الفلاحي دي مع البطاطس والبيض بكون عامل ازاي، له طعم تاني ونكهة تانية، ويعني مش عارفة اقول لكم حاجة تانية خالص غير اللي احنا العيش التاني اللي احنا بناكله اللي هو العادي الفلاح او الفلاح التاني اللي هو بتاع الطابونة. لا دي شيء ودي شيء تاني، ما حدش يعني تدخلوش المقارنة بينهم وبين بعض، لان المقارنة دي هتكسب طبعا العيش الفلاح دايما يكسب في اي اكل. دي شيء معروف يعني من زمان ان العيش الفلاحي بيكسب في اي اكل والحاجات اللي فيها اي حاجه بتتاكل بعيش وتتغمس كده يعني بجد كده. ومع السمك كده مش قادره اقول لكم واوصف لكم الطعم مع العيش الفلاحي بيكون شكله. طبعا دي طبق البيض، ومعانا كمان طبق البطاطس وطبق مخلل، ولو معاه كده حب طبق جبنه كمان تقدميه كده بالهنا والشفا. هنقول بالهنا والشفا للي شاف وللي كل واللي هيجربها ان شاء الله ويدوقها وهيقول لنا كده. ولو في كده عنده عيش فلاحي هنقول انتهى الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم.